صباح الخير، يا صباح العسل، يا صباح المانجا، يا صباح التفاح والبال المرتاح. احلى صباح على عين المشاهدين بتوع ماما سحوره. وحط لايكات كتير كتير قد الدنيا بحاله لماما سحوره، واشتركوا معاه في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ماما سحور. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي ويكفيك شر السياره بتاعتك يا رب، والف الف الف مبروك يا ام مالك اللي جبت سيارة، وربنا يصلح حالك ويكفيك شر الطريق يا حبيبة قلبي انت واللي زيك. ربنا يصلح حالك ويعوض عليكي ببنوتة زي العسل كده، ويصلح حالك يا بنت وانتعك بالسلام. واللي ما خلفش ربنا يرضيه يا رب بحق جاي النبي يا رب، والنبي يا رب. هنا جابت لي هي ما ساتنيش اصلا، انا كنت معاه وهي بتذبح لقيتها بعتالي وكلوا ربع لحمه او كلوا ونص. اصل هي لحمه الغنم دي بتتقطع مش ما بقاش مشفيه ولا حاجه، بتتقطع بعضمها بحل. يبقوا كلوا نص او كلوا ربع لحمه صافي، وفيها عظم برضك بعد عظميه كده، حته من الضلوع وحته من الليه وكل حاجه، جايبه لي من كل حاجه والله. الى يصلح حالها. انا بصراحه محتاره اعملها بايه. عملتها بشوربه اللحمه الضاني بتبقى لها ريح، عملتها بصلصه بدمعه يعني. ما فيش عندها الا 3 حبايات طماطم ولا 4، مش هتقض الطماطم. اعملها كبسه ضاني في حله حلوه كده ألموني من اللي عندي، وتبقى زي العسل. انا خلصت 5 دقايق وكنا مخلصين وقاعدين. اه دي اللحمه ضاني عسل، حته تستاهل بقك. هجيب الحلبان واقوم عامله اغسلها الاول، هي مغسوله جاهز، بس برضك هرجع تاني اشطفها حته بحته كده عشان ما تبقاش ريحتها لها ريحه يعني. في حله واقوم غسلها، بقول لكم انا هحطها في الحل. هغسلها حته بحته تحت الحنفيه عشان يبقى ما يبقالهاش ريحه، ما يبقاش ريحتها زفره ولا حاجه. او حط لايكات كتير كتير قد الدنيا بحالها لماما سحور، واشتركوا معاه في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ماما سحور. يلا بينا. جبت الحله بقى وهحط الحته اللي حتى حته لي صغيره كده، حطاها مقطعها حتت حتت مكعبات مكعبات كده عشان تبقى حلوه سمينه وحلو. واقوم حطها بوريها لكم اهي. ومش هحط الا نقطه زيت صغيره خالص، حته شويه زيت صغيرين، واحطها كلها. اللي هي دي بتبقى جميله في الاكل. 10 على 10 جدع يا ماما سحوره. وتعودي تقلبي فيها لما تسلى خالص الدهن اللي فيها دي، وتقوم حاطه نقطه زيت صغيره خالص. بقول لكم حته صغيره شويه صغيرين خالص كده، وحبه بحبه صغيرين 10 على 10. وتقعدي تقلبي لما تسلى برضه. وبعد ما يسلي هي حته صغيره حته كبيره، هي تقوم تبقى صغيره كده بيسلى الدهن فيه. وكنت عاملاها امبارح بباميه كانت عسل. 10 على 10. اجيب لكم طبق باميه. وتقعدي تقلبي برضه. وبعد بعد ما تسلى خالص تقوم جايبه البهارات وتقوم حطها عليه. وبعد البهارات تقوم حاطه البصل وتشوحي فيها برضه. هجيب البهارات اهو او تقعدي تقلبي برضه شويه بشويه كده لما يبقى حلو كده، تبقى تسلي برضه. وتقوم جايبه البهارات، ليمون مجفف، ورق لورا، وبتاعتين قرنفل، بتاعت الكبسه. وتقلبوا بهارات الكبسه، كركم باين كركم. وتعودي تقلبي فيها شويه. وحبيت وبتاعتين ورقتين قرف، شجرتين قرفه كده بتاعتين كده، عودين قرف. تقعدي تقلبي فيه، تقعدي تقلبي فيها شويه، تقعدي تقلبي فيها شويه وتقومي حاطه وليمون مجفف. وتقعد والبصل انا كنت حاطه عامله بصل مكعبات، عامله 4 بصلات صغيرين يعني، وسط كده ولا كبار قوي ولا صغيرين قوي. تقعدي تقلبي فيهم بره لما يصفروا، وتقومي حاطه اللحم. اخر حاجه اللحمه والطماطم. الطماطم بقى بعد كده بقى حبيتين طماطم صغيرين. اه عسل كده يا ماما سحور. تقعدي تقلبي فيه، تقعدي تقلبي على طول، تقلبي على طول اول باول كده. هي ده الكبسه ما بتاخدش حاجه. وتقوم جايبه الطماطم وتقوم حطها بعد اللحم. هتحط اللحمه الاول،
تقوم حاطه اللحمه الاول، وبعد كده الحبيتين الطماطم انا مش فرماهم، لا ده انا عاملاهم بشراه، مبشورين حبيتين صغيرين من المبشر. تقعدي تعملي فيهم كده لما لما يتبشر، وتقعدي تقلبي شويه. تقعدي تقلبي فيهم شويه كتار، يجي 10 دقايق كده، وتجيبي اللحمه وتحطي الحته بحتتها كده، وتقوم مزوده لما تقرب لما تحمر تقوم حطها البتاع عليه. لسه ما حطيتهاش، هجيب اللحمه بقى انا احطيه الواحده بوحدتها. بوريها لكم اهي. هي تيجي كيلو ونص برضه، تيجي كيلو ونص. الله يصلح حال وفداها يا رب، وخلاها لاولادها يا رب، وانتحها بالسلام يا رب بحي جاي النبي. وتحط الحته بحتتها كده وتقلبي فيها شويه، وتقوم مزودها شويه المي. وتقومي ساعة ما تقلبي وتقلبيه، وتقومي جايبه البتاع الطماطميتين اللي هم مبشورين، وتقومي حطهم عليه واحده بواحده كده. وتقعدي تقلبي فيه. اللحمه اللحمه عملت ازاي، اصفرت ازاي من البهارات اللي انا حطاها بتاع الكبس. وتقلبي فيها برضه، تقعدي تسويها كده، وتقومي حطاها. الطبخ ما بياخدش حاجه، في 5 دقايق كنا قاعدين ومخلصين وقاعدين. يبقى الفهانة كله ياكل مني، الواحدة بوحدتها كده. عسل جدع يا ماما سحور. وتقوم جايبة الحبيتين الطماطم، وتقوم عاملهم انا بشرهم تقعد تعملي عليهم كده، ترش عليهم كلهم وتسيبها لما تستوي، لما تستبك شوية معاهي، عشان تاخد من الطماطم والبهارات دي، وتقوم مغطيه عليها، وتستني 2 3 كده، وتقوم حاطه عليها الميه لما تستوي. هتغطي عليها، نغطي عليها بقى، هجيب الغطا واغطي عليه، وكمخها كده تبقى عسل. و5 دقايق، واقوم جايبه الميه، شفشق ميه، واقوم عاملاه اهو. جبت الميه بقى، اعمل ازود الميه به والشربة عشان تبقى جميل. عسل. شو عملت زردت ميه ازاي؟ كل ما تستوي تقوم تزرد ميه كده بقى. عملت في البتاعه بتاعتها، واقوم حط عليها الميه، الشفشق الميه، بس ما تكترش ميه، لان الميه دي اللي بتحطها دي هتعمل عليها رز البسمتي. ما تزودش ميه، عشان ما تبقاش الرز بياخد ميه كتير برضه. الرز البسمتي دي بياخد ميه كتير، ما تزودش ميه. تقوم حتى شفشق واحد كبير وخلاص، واسيبها لما تستوي بقى. اقعد 5 دقايق كده ولا 10 دقايق اهو بالشفشق، وتحط شفشق واحد بس. وتسيبها لما تغلي، وتقلبي بقى شويه، وتسيبها لما تغلي واللحمه تستوي، تقوم حاطه الرز البسمتي عليه. هو ما بياخدش حاجه الرز البسمتي دي، ما بياخدش اي حاجه خالص. وحلاوه الكبسه دي بقى هي بتبقى حله واحده، حله واحده بس. هنا بقى خلصت اللي بتاعه تستوي اللحمه، ابل الرز، اغسل الرز. دي كيلو واحد، كيلو واحد رز على كيلو ربع لحم، واحطهم بقى. انا اقعد اغسل فيهم شويه، يجي 10 دقايق كده ولا 5 دقايق. وما تغسليش قوي وانت بتدعكي في الرز كده، لا، خلي الرز ايدك حنينه عليه، عشان ما النشا بتاعته ما تروحش في الميه خساره. تقعدي تغسلي 2 3 كده بس. وتهدي الميه عليه، لان الرز ده غالي. ايه اللي خلينا نوقع حبايه؟ لا، ده الحبايه بفلوس. الحبايه من الرز دي بفلوس. مره 2 وخلاص، ولا 3. وتقوم غسله الرز، وتقوم عاملاه، وحش حبايه الرز بقى من ايديا خالص وامسك اصفيه خالص، واقوم عاملاه كمان المره دي، وخلاص ما عدتش اغسله. غسلته 3 مرات. هعلي الميه عليه شويه. جرى يا ماما سحور، عاشت اياديك يا ماما سحور. علت عليه بقى الميه، واقوم اطي عليه الميه بتطفيه خالص، واقوم عاملاه واصفيه خالص بايدي. احط ايدي تحت البتاع البتاع اللي هي دي، تقوم عاملاها كده عشان ما توقعش ميه بتاع رز خساره.
واحده بواحده كده، واقوم حطاهم واقوم عامله واقوم غاسله ايدي تاني، واغسل الحوض عشان ميبقاش ايه، ما بخليش لو عاول وسخه ولا حاجه الحوض بتاعنا. الحوض بتاعنا دي الالومنيوم اللي بتاعه كبير، الحله بتاعته كبير كده بقى. ايه، نشوف حلق الكبسه بقى بتاعتنا الجميل. احط الرز عليه 10 على 10. احط الرز بقى، انا غسلاه ومخلصه خالص، واقوم حاطه الرز عليه اهو. الميه جت كتير، عملت شويه بردك، شويه ايه، يجي كرنبين 3 كده، عشان الميه لقيتها كتير. وتحط ايه معلقه ملح، وتقعدي تقلبي فيها. اللحمه استوت خالص، بقت موميا كده، مستويه خالص. وبوريها لكم الوقت على ايدي، هجيب حته صغيره واقوم ايه موريها لكم. جميله اللحمه الضاني دي، بتبقى جميله في الاكل. وحبيت شويه ملح، معلقه ملح، وتحطهم عليها لما ايه، لما الرز ينشف زي اي رز. لما زي اي رز ينشف بتنشفيها زي اي رز، وتقلبه برضك، وتشوف حته اللحمه ايه استوت ولا ايه. حته صغيره ايه استوت موميا خالص ايه. اوريها لكم ايه، واستنى 5 دقايق واشوف الرز تاني برضه، عشان الرز ما يتحرقش مني. كده نشف الرز، نشف خالص اهو. اقلب بقى، اقلب واوطي عليه. الرز نشف خالص، اقلب بقى الرز. لما ايه، لما الرز يترد زي اي رز برضك بترد، وتقلب شويه فيه، وتقوم ايه مسوياه تاني. تقعد تسوي فيه شويه كده اه، وتقوم مغطيه لما ايه، لما يعمل يبقى جميل اه. لما يتردد خالص، وتقوم مطفيه على حبه بحبه كده، تهدي عنه، مهديه عليه البوتاجاز اصلا عشان ما يتحرقش. وتستنى شويه، وتقوم عاملاه اه. تستنى 5 دقايق بردك او 10 دقايق. تعال نقدم بقى الكبسه الجميله بتاعتنا دي زي العسل. اه اقدمها بقى، ونتغدى بقى مع بعضنا. ولا اتحرقت ولا اي حاجه، ارضيه الحله زي وشي اه، كلها زي بعضها، ولا محروقه ولا اي حاجه. واللحمه دايبه دوب كده. هوريها لكم بس المغرب، هوريها لكم المغرب، هوريها لكم اه. 10 على 10 دايبه كده، اللحمه دايبه، كل حاجه جميله فيه. وراح اغرف حبه بحبه صغيرين كده. قمت قال بقى كل الحله، ارضيه الحله زي وشي، ما فيش فيها اي حاجه محروقه. صلى على النبي، اللهم صل على النبي. جدع يا ماما سحوره في الكبسه بتاعتك الجميله دي. ما فضلش الا شويه صغيرين في الحل، في ارضيه الحل. وامسكها بقى ايه، اهزها شويه عشان اطلع اللحمه فوق. وامسك اللحمه بقى نديبه دوب، دوبني دوب يا هاو. الرزية ذات نفسه طريه وجميله زي العسل. تعرفوا بقى ان اللي تعملوا الكبسه زي بتاعت ماما سحوره دي عسل، واللحمه دوبني دوب كده اه. بوريها لكم ايان، امسكها ايه، اقطع حته مني بالمعلقه بردك دايبه خالص، مش مستحمله ايدي وانا بقطعها بايدي، اتقطعت في ايدي. هي لازم اللحمه بتاع الكبسه بتبقى كده، ما تخليهاش شديد، لحسن لو خليتها جامده ما تعرفش تاكليه اه. بمسكها بقى نعملها بالمعلقه زي العسل اه. 3 معالق على قدين، دايبه اللحمه دايبه عسل. امسك الحل بتاع المعلقه بقى كده، وشويه بتاع زبيب، واقعد ارش عليها شويه كده، حبه بحبه صغيرين كده، جميل عشان تبقى ايه، يبقى حلو له شمخه كده وجميل فيه في الاكل اه. حطيت شويه اللي في شويه الزبيب اللي كانوا في الطبق كله. شوف شكله جميل ازاي. وبقطعها بالمعلقه اهو، وبايد قطعت حته بالمعلقه، وبرضك وقطعت حته تاني دايبه دوب خالص. لحمه مستويه خالص، دايبه دوب خالص اهي. انا ما رضيتش احمر المكسرات، لان ولادي ما بيحبوش المكسرات متحمره. انا حطيت الزبيب بس على الوش كده وخلاص، وحط لكات كتير كتير قد الدنيا بحال. انا عاوزاكم تدعوا لاهل فلسطين، ربنا ينصرهم على اعدائهم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.